سيداتي وسادتي، صائمون وصائمات، المخدومون والمخدومات، المتزربعون والمتزربعات، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة والأخيرة من حصتكم الرمضانية الكوميكية الصحيحة على قناة كرتون دي زاد. مع دخول رمضان وانتشار ظاهرة الكاميرا المخفية التي أصبحت مثل الشوربة في المائدة الجزائرية، حيث أصبحت مثل مشروب ما كاش منها. تلك الحصص القديمة على بكري عرفت من وقت الطاكسي المجنون، وهكذا ولا أكثر. الزمن الجميل الذي كانت فيه الكاميرا مخفية وخالية من أي تلاعبات، فأصبحت الآن الكاميرا المخفية عبارة عن جياحة وعياط وتشناف، فيتم بهدلة الضيف بأبشع أنواع البهدلة، إما بوضعه في موقف حرج وإخباره بأن الجن حاب يسكن ويقص F3، أو بوضعه أمام شخص بهلول لكي يطلع له الغاز والسير غاز، فيبدأ الضيف بالتطياح، فنسمع جميع أنواع الطيط حسب السلم الموسيقي، فيخرج بعدها أحدهم ليقول له العبارة المشهورة: حكمناك في كاميرا كاشي. فيتنفس الصعداء ويقول لهم: صحتكم درتوها بيا، ليصفق الجميع ويعيشوا سعداء في بلد سعيد. لكن مع هذا انتشرت هذه الأعوام اتهامات تقول بأن هذه الكاميرات كاشيات مخدومة ومفبركة، مثل إحدى الطاكسيات التي تنتج في الجزائر. ومن بين هذه الأمثلة على أشخاص اتهموا بفبركة الكاميرا كاشي السهلة، يحضر معنا في الاستوديو وعلى غير العادة كل من شمس وديزا جوكر والشاب زربوعي. مرحبا بكم في استوديونا المتواضع. الله يسلمك صاحبي، معاكم شاب زربوعي الميكي. متشرفين خويا جورناليست. سلام خويا، مرحبا بنا عندكم. نبداو بشاب زربوعي. انت وجهت اتهامات لديزا جوكر باللي هذه الكاميرا كاشي سهله ومخدومه، كاين منها؟ واه هذه كاينه منها كاميرا كاشي مخدومه. انا شاركت فيها، جيبوني من الزينيت، قالوا لي روح نديرو حصه وخدعوني. يا دي جي جوكر خدعتني. لو كان ماشي بركني مقنعتني الله يبارك عليها، قالت لي العقل ويعقل العقل، غادي نكتب عليك غنيه واعره ماشي كيما الكاميرا سهله تاعك. ديزا جوكر، بعد أن ما صوتيتش وخليت الناس ما صوتوش معاك، هل صحيح أن هذه الكاميرا سهلة مخدومة؟ هذه الكاميرا كاشي مخدومة صح، بصح انتوما برك ما فهمتوش. هذه الكاميرا كاشي ماشي الفنانين، هذه الكاميرا كانت للشعب. يعني كل رمضان نشوفوا كاميرا كاشي ونضحكوا عليهم. هذا العام قلنا نديروا كاميرا كاشي نضحكوا عليكم، هذا ما كان. شاب زربوعي، ما هو ردك على تصريحات ديزا جوكر؟ شوف دي جي جوكر، سما انت كيما صوتي رماوك. معليش زربوعي، لا تتقلق، سهلة. ما تزعقش بي صاحبي، انا ضيعت الملايين في الزينيت وضيعت من الشهرة تاعي على جال السهلة هذه. ما يجيش تمسخر بي دي جي جوكر. ما نصوتيش والله ما نصوتي. هبط يا وزمة، قال له ما نصوتيش. واش راح دير لنا كاميرا كاشي هنا؟ يهبط خلينا نكملوا الحصة. وجيتو حيلتو خويا جورناليست، دروك غادي يصوت لكم استديو كاع. خساره والله، جيت راح نحاكمك في كاميرا كاشي في وقت الليل، كراني صورت الموسم الثاني مسهله. اذهب وصوتي في مكان اخر يا ولدي. سيداتي وسادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حصتنا التي كان موضوعها الكاميرا المخفية، ونكون أيضا وصلنا لنهاية سلسلتنا الرمضانية التي ستتوقف لأسباب فرعونية مرتبطة باختلالات الجزائر. نتمنى أن نكون خفيفين عليكم مثل البوراك في الحريرة ومثل الشربات مع قلب اللوز. نتمنى أن تدعموا قناتنا باشتراك وبارتاجي، هذا سيشجعنا على القيام بفيديوهات أخرى. نتمنى ألا تظل البلاد مخدومة أيضا، ونتمنى ألا تحاولوا أن تكونوا واعرين، لأن الواعر دائما مربوط. صحائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.